عاوز أبدأ دراسة في روسيا بس مش عارف أبدأ إزاي. ده أكتر سؤال بيجيني على الانستا. علشان كده قررت النهاردة إن ده هيكون سؤال حلقتنا النهاردة، وكمان هنرد عليه وهنعرف نعمل إيه وكل الخطوات، وهقول لكم في آخر الفيديو إيه أفضل الجامعات اللي تقدروا تختاروها لكل تخصص. بس طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا له شير للفيديو وفولو ليا على الانستا. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا ناخدها واحدة واحدة. انا وطالب واحد او واحدة خلصت ثانوية عامة السنة دي او السنة اللي فاتت او اللي قبلها او ليا 5 سنين وخلصت ثانوية عامة، مفيش اي مشكلة، بس معدلي هو 50%. هل هقدر ان انا ادرس مواد طبية او كليات طبية في روسيا، سواء طب، اسنان، صيدلة وهكذا؟ او لو انا علمي رياضة اقدر ان انا ادرس هندسة whatever؟ الرد على السؤال ايوه تقدر، مفيش اي مشكلة، لان هنا في روسيا بيعتمدوا اكتر مش على المجموع ولكن على امتحان القبول اللي بيتعمل. طب سؤال تاني، هل مصر هتكون معترفة بيا بالمجموع ده؟ وهل فعلا هيتقبل ولا المجلس الأعلى هيبقى فيه مشاكل كتير ومش هيوافق إن هو ياخدني؟ مصر هتكون معترفة بيك، لأن قرار المجلس الأعلى للجامعات متوقف على أنت كنت علمي ولا أدبي. يعني مثلا لو أنت كنت علمي وبتدرس علمي ورحت دخلت مواد أدبية أو مواد علمية مفيش أي مشكلة عليك. إنما لو أنت أدبي ورحت دخلت مواد علمية زي الطب، صيدلة، أسنان وهكذا، مصر في احتمالية كبيرة إن هي ما تعترفش بيك. وكمان لو أنت كنت دبلوم تجارة أو صنايع أو whatever أيا كان، احتمالية كبيرة برضو لو انت هتدرس طب او اسنان او صيدلة مصر مش هتعترف بيك. ولكن لو انت من التخصصات دي اللي هو دبلوم او تجارة او بتقدر ان انت تدرس هندسة وده من تبع تخصصك، وفي نفس الوقت مصر هتعترف بيك ومش هيبقى فيه اي مشاكل. السؤال اللي بعده طبعا اكتر سؤال بيجي، هل ينفع ادرس في روسيا سنة او شهر او شهرين او 5 شهور وبعد كده اروح انزل مصر واقدم في جامعات اهلية؟ بص، اجابة السؤال ده انا هقول لكم ينفع وما ينفعش. ينفع لان في قرار موجود لحد يوم 13/10 بتقدر ان انت تدخل ورقك وتقدم وهم يقبلوك او تمتحن امتحان القبول في الجامعات الاهليه، وسواء اتقبلت او لا وهكذا، فعشان كده ينفع. طيب ما ينفعش لان احنا مش عارفين السنه الجايه هيكون في ايه قرار. زي ما انتوا عارفين المجلس الاعلى للجامعات كل سنه بينزل قرار جديد، فعلشان كده مفيش اي حاجه دلوقتي تثبت لنا ايه اللي هيحصل السنه الجايه، او محدش يقدر يرد على سؤالك ده. انا نفسي سالت في المجلس الاعلى للجامعات وردهم كان احنا مش عارفين القرار هيكون ازاي. فعلشان كده اكتر حاجه اقدر اقولك عليها وهي اني محدش عارف هينفع بعد كده او لا. بس اللي اقدر اقوله ان لحد يوم 13/10 مسموح ليك تقدر انت تدخل ورقك وتبدأ من يوم 1/9 دراسة، وبعد كده لحد يوم 1/10 او ولنفرض 10/10 بتقدم ورقك في جامعة اهلية، بيكون فاضل لك 3 ايام، ولو اتقبلت تقدر ان انت تاخد ورقك من روسيا وبتنزل تكمل مصر. برضو اكتر سؤال بسمعه، انا عاوز ادرس في روسيا بس بسمع ارقام فلكية، حرفيا ارقام بتخض. هل الوضع ده هيبقى ايه او ايه الوضع؟ بصوا، في جامعات كتير قوي معتمدة واسعارها كويسة بتقدروا ان انتوا تقدموا فيها، بس معلش يعني ما تجيش انت تبقى عايز تدرس بالانجلش وفي الاخر تقول الاسعار كتيرة. ما انت كده بتدرس اجنبي، عايز تبقى الاسعار قليلة لازم تدرس بلغة البلد، واللي هي اوريدي يعني طبيعي لازم تبقى عارفة اللغة الروسية. طيب اللغة الروسية بتقارن باللغة الانجليش؟ طبعا لا، لان الانجليش بيكون اغلى في كل البلدان وكل حوالين العالم. لو انت درست باي لغة اجنبية عن اللغة الام اللي موجودة في البلد دي بتبقى اغلى، فطبيعي لو انت عايز تدرس سعر رخيص وكمان تدرس ممكن اقول جودة تعليم اكتر لان هتاخد معلومات اكتر وهي لغة البلد. انما ما تجيش انت مثلا تبقى عايز تدرس بالانجليش وعايز تلاقي جامعة ب2000 دولار، مستحيل، ده شيء مستحيل تلاقيه. وبعد كده لما بتدرس بالروسي بيبقى ليك فرصة ان انت تستقر هنا او حتى تشتغل هنا. لو انت مش حابب تستقر على الاقل بتقدر تأمن ليك وظيفة، وفي نفس الوقت مصر بتكون معتمدة بيك،
مفيش اي مشاكل، سواء درست بالانجلش او بالروسي انت بتنزل زيك زي اللي درس بالانجلش، بتعمل المعادلة علشان تقدر ان انت تاخد كارنيه النقابة ويعترفوا بيه. فانت واللي بيدرس انجلش واحد، مفيش حد فيكم مختلف عن التاني. انت بتعمل معادلة وهو بيعمل معادلة. ده لو انت هتدرس بالروسي، بس الروسي طبعا بيكون ارخص، وفي نفس الوقت انت بتدرس بلغة البلد. هقولك الضغط عليك هيكون كبير، هقولك انك لازم تكون عارف لغة، هقولك ان هم هيدوك معلومات كتيرة قوي لدرجة انت مش هتكون عارف تمسك المعلومات منين وتسيبها منين. انا معاك، بس تعالوا دلوقتي نعرف ازاي هعرف ان انا ادرس بالروسي، لاني اكيد ليها شروط واكيد ليها قوانين معينة. تعالوا اقول لكم ازاي ندرس بالروسي اصلا. لان هنرجع لنقطة ازاي ادرس بالروسي، هنرجع لنقطة سؤالنا هو ان انا عايز ادرس في روسيا بس مش عارف ابدأ منين. فهنرجع للنقطة من الاول. بص يا سيدي، مبدئيا لو انت ناوي تدرس بالروسي زي ما احنا اتفقنا من شوية وقلنا انك تدرس بالروسي افضل، فانت محتاج تاخد شهادة تحضيري او سنة تمهيدي او سنة ابتدائية او سنة اعدادية. جبتلك بكل اللغات اللي بتتقال فيها على مستوى العالم تقريبا. طيب ايه لازمتها السنة دي وبتعمل معايا ايه وانا بستفيد بيها ايه؟ السنة دي زي ما احنا اتفقنا ان بتكون سنة بتدرس فيها لغة، وانا حكيت عن الموضوع ده قبل كده في فيديو خاص، وهسيب لكم كمان الفيديو في البايو لو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن السنة دي وازاي تقدموا فيها وكل ده. وكمان هيظهر فيديو في فوق دلوقتي. طيب تعالوا نكمل. السنة دي بتبقى عبارة عن انك بتدرس سنة تحضيري، يعني بتدرس لغة لمدة 3 شهور، وكمان بتدرس اللغة ومواد تخصص ال3 شهور الباقيين. هي بتبقى 6 شهور او 8 شهور على حسب انت بتيجي امتى. ممكن تبدأ في شهر 10 وتخلص في شهر 6 او 7، او ممكن بتبدأ في شهر 11 وبتخلص في شهر 7، على حسب انت بتيجي في اي فترة وفي اي زمن. على اساسها بتقدر ان انت تعرف هتخلص امتى وهتبدأ امتى. طيب ايه اللي بتاخده؟ بتاخد مواد تحضيري زي ما احنا قلنا. المواد التحضيري بتكون مواد خاصة بالتخصص بتاعك السنة الجاية. يعني لو هتدرس طب بتكون مواد طبية، لو هتدرس هندسة بتكون مواد هندسية، او رياضيات فيزياء كيمياء وهكذا. لو هتدرس مواد أدبية بيبقى حاجة تبع الاقتصاد، حسب الحاجات الأدبية اللي انت هتدرسها ايا كان. فعلشان كده لازم تبقى عارف انك السنة التحضيري لازم ولا بد منها علشان تقدر ان انت تدرس بالروسي، لاني من كل غرض السنة دي انت بتاخد شهادة. الشهادة هي اساسها علشان تقدر تكمل في البلد. مش معاك شهادة ما بتقدرش ان انت حتى تشتغل في اي مكان، لان بيشترطوا عليك تكون عارف لغة ولو بنسبة 30%، زي ما نزلت قبل كده في فيديو اللغات لو انتوا تفتكروا. وكمان نزلت في فيديو الشغل علشان تشتغل لازم يكون معاك لغة بنسبة 30% اقل حاجة عشان يقبلوك. علشان كده انا برضه هسيب اللينك بتاع الفيديو بتاع الشغل، منزلاه جديد وهتعرفوا تفاصيل اكتر عن الشغل تلاقوه في البايو او في اول كومنت مسبب. فعلشان كده لازم تكون معاك لغة. وانا من نصيحتي لازم تاخد السنة التحضيري. انت ازاي ناوي تقعد في بلد لمدة 5 سنين، 5 سنين او 6 سنين لو انت هتدرس بشري، من غير ما يكون عندك معلومات عن لغة البلد؟ ازاي هتتعايش؟ ازاي هتكمل؟ ازاي هتعيش؟ ازاي هتطلب حاجة؟ ازاي لو لا قدر الله لو بعد الشر عنيكم حد فيكم تعب هتعملوا ايه؟ فكروا 100 مرة قبل ما تفكروا تيجي في حتة وترموا نفسكم ومش معاكم حد. يعني فكروا 150 مرة انك محتاج تعرف لغة، محتاج تعرف لغة، محتاج على الاقل تعرف تفهم اللي حواليك، او على الاقل تطلب مساعدة لو انت حسيت ان انت تعبان او فيك حاجة او يعني لازم تحطوا الحاجات دي في دماغكم ان دي حاجات اساسية. التحضيري دي بتكلف قد ايه؟ السنة التحضيري دي في جامعات بتكلف $1000، في جامعات كمان بتكلف $900. جامعات التحضيري كلها معتمدة في مصر، كلها معتمدة في مصر، مفيش جامعة مش معتمدة. كل الجامعات التحضيري معتمدة. الفرق بس الوحيد اني في جامعات بتبقى اغلى بسبب ان انت بتروح مدينة سياحية زي كازان، بتروح مدينة زي موسكو العاصمة، بتروح زي سانت بيتر برضو بتكون غالية لان دي تعتبر مدينة سياحية. اوفا، ترانستيك، كراسنودار، كل دي مدن سياحية، فعشان كده ما تقارنش المدن دي بالمدن العادية اللي مش سياحية. الورق بقى اللي بتحتاجه في السنة التحضيري وهو أهم حاجة الباسبور بتاعك. الباسبور ده شيء أساسي ولازم تكون عامله، ده شيء مفهوش أي نقاش. لازم تكون عامل الباسبور ودي أول حاجة بتطلب منك.
بتروح اي فرع قريب منك من ناحية الجوازات وبتطلع استمارة، وبعد كده بتعمل الباسبور. وبعد ما بتعمل الباسبور بيقعد حوالي 15 من 20 يوم وبعد كده بيطلع. زمان كان الباسبور بيتعمل ب 345 لما انا عملته. دلوقتي انا بسمع ان هو بيتعمل ب 500، وفي احيانا بيقولوا 550 في محافظات تانية. ايا كان بيتعمل السعر بكام، انت بتاخد الاستمارة ومعاك الفلوس وبتعمل صور ليك خلفية بيضة على حسب المقاسات اللي هم طالبينها. وبعد كده بعد ما بتعمل الباسبور وبيطلع، بتبعته لحد ليك هنا، او بتبعته عن طريق مكتب هو اللي يقدم لك، او بتبعته عن طريق اي حد. لو عايزين ان انا اقدم لكم، انا ما عنديش مشكلة، بقدر اساعدكم في النقطة دي. وكمان بتحتاج شهادة الثانوية العامة او الازهر او شهادة الدبلوم او شهادة البكالوريوس لو انت عايز تكمل دراسات عليا هنا، الماجستير لو انت عايز تعمل دكتوراه، شهادة دبلوم صنايع تجارة وهكذا. كل ده محتاج منه بس صورة، وبتبعت الحاجات دي سكانر. ونصيحة مني، ما تخليش اي مكتب ياخد منك الحاجات دي اصلا، الحاجات دي تكون معاك انت اصلا، ما تدهش لاي حد اصلا. ده بالنسبة للنقطتين اللي هو ازاي وايه الورق اللي انت بتحتاجه. بالمناسبة، مكتب لاتانيا عامل عرض VIP طبعا. اكيد لو انتم مشتركين في صفحة مكتب لاتانيا او موجودين عندي على الفيسبوك او على الانستا اكيد شفتوا العرض. فمكتب لاتانيا عامل عرض ب 2900 شاملة كل حاجة: جامعة، سكن، تأمين، استقبال، مواصلات، تحاليل، كشف طبي، كل حاجة شاملاها ال 2900. وكمان السعر ده شامل تجديد الفيزا بعد 3 شهور. يعني انت كل اللي هيكون عليك تذكرة الطيران والتأشيرة اللي هتعملها في البلد اللي انت موجود فيها وبس. وهتكون في افضل الجامعات كمان العرض نازل، وكمان هيكون في جامعات معتمدة بالنسبة لمصر والباقي الدول العربية. فعلشان كده لو انت لسه محتار ومش عارف تقدم مع مين، تقدر ان انت تتواصل معانا. هتلاقي البايو بتاعي في الانستا وفي الواتساب، بتقدر انت كمان تتواصل. وهتلاقي كمان صفحة مكتب لاتانيا، هسيبها برضو في اول كومنتس او في البايو. وكمان هتلاقوا صفحتي على الفيسبوك وهتلاقوا على الانستا، تقدروا تتواصلوا على اي حتة من دول علشان تلحقوا عرض VIP. عرض VIP مش محتاج ان انت تتفوت، لان لك ان تتخيل السعر بكل ده شامل كل حاجة ولمدة سنة. يعني انت مش هتدفع اي حاجة تاني غير بس تذكرة الطيران اللي هتيجي بيها في مصر، ودي بتكلف في حسبة 6000 جنيه 8000 جنيه على حسب. وفي اوقات كتير بتنزل عروض بتكلف 6000 جنيه وفي 5000 جنيه. وكمان التأشيرة اللي بتعملها وهي ب2000 جنيه. بس مش محتاج تدفع اي حاجة تاني، كل حاجة هنا خاصة بروسيا هو هيدفعها لك، سواء كان طيران داخلي وهو استقبالك من موسكو للمدينة اللي انت جاي عليها، وهيدفع لك كمان طيران داخلي علشان ما تتعذبش وتتعب، او سواء ان هو هيدفع لك قطر نوم عشان تقدر ترتاح وتستريح وتنام. وكمان هيقدر ان هو يحطك في سكن لمدة سنة بدون اي تعب واي اذى. كمان هتبقى مرتاح جدا مع مكتب لاتانيا. بس كده، دي كانت اهم الاوراق واهم الاسئله اللي بتجيني على الانستا، حبيت ارد عليها كلها في فيديو واحد. ما تنسوش تقولوا لي ايه الفيديوهات اللي انتوا حابينها ان انا اعملها الفتره اللي جايه، وكمان ما تنسوش تقولوا لي ايه الجامعات اللي حابين اعمل عنها الفتره اللي جايه. اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر الجامعات اللي حابين تعرفوا معلومات عنها، وانا ان شاء الله هنزل لكم فيديو كل يوم عن الجامعات. وكمان هنحكي بالتفصيل عن الايجابيات والسلبيات، وهنعمل مقارنات زي ما كنا بنعمل زمان ما بين الجامعات وايه افضلهم وايه اسوأهم. وكمان هنعرف السلبيات بتاعت كل جامعة، وكمان طرق التقديم بعيدا عن المكاتب وعن الاستغلال. بحبكم كتير، كانت معكم مونيكا، باي باي.